من المواقف الصعبة اللي عدت علينا في الرياضة المصرية الفترة الأخيرة. بص، هي الرياضة المصرية كلها مواقف صعبة يعني. فكان أصعب موقف أنا وأصعب خبر أنا استقبلته كان خبر وفاة أحمد رفعت. يعني أحمد رفعت كان بالنسبة لي لعيب أنا كنت بحبه جدا على فكرة، وهو في الزمالك. يعني أنا أهلاوي جدا، أهلاوي متعصب، بس هو كان لعيب خلوق محترم وهادي، وكان لعيب حريف. يعني أنا بحب اللعيب الحريف المحترم، زي زيزو، زي ناس كتير في الزمالك الواحد بيحبها وبيجبره ان هو يحترمه. يعني هو زيزو بيجبرني ان انا احترمه، فهو احمد رفعت كان من اللعيبه دي. فالخبر يعني انا ما كنتش مصدق، انا كنت في صدمه ان انا ازاي. ده كان كويس، ده كان من فتره كان في برنامج في التلفزيون وكان كويس وكان مستعد يرجع للملاعب وكده. فتقريبا مصر كلها اتصدمت، مش انا بس يعني. فهو احنا عايشين في مشكله اللي هو ايه، احنا بنأذي بعض بالكلام. يعني سهل جدا ان انا اذيك بكلمه، ان انا اثر عليك، ان انا احطك في موقف وحش فيأثر على نفسيتك. فانا بالنسبه لي مش مهم، انا مش مهم، المهم ان انا اخد حقي، المهم ان انا ضايقتك، المهم ان انا حطيتك في موقف محرج. فالحاجات دي بتبقى صعبه علينا، بتأثر على نفسيتنا جدا، وده خير دليل. يعني احمد رفعت انا كنت اتمنى في يوم من الايام ان هو يبقى موجود في الاهلي. يعني انا كان نفسي يلعب في الاهلي. هو لعب معانا ماتش اتلتيكو مدريد، كان ماتش ودي، كان الاهلي جايب وقتها لعيبه من نوادي مختلفه. كان كهربا تقريبا كان لسه في الزمالك، او كان في اتحاد جده، حاجه شبه كده مش فاكر. وكان احمد رفعت جاي من الزمالك، وكنا جايبين لعيبه كتير يعني من الدوري وكده. فهو كان في الماتش ده كان من نجوم المباراه يعني. وفي ماتش انا مش هنسى برضو جونه في الاردن تقريبا، يعني مش فاكر كويس. كان في الاردن وكان مع منتخب مصر في البطوله العربيه، حط جون عالمي برجله الشمال، كان فاول كره ثابته حطها، رجعت له تاني، حطها بالشمال في الزاويه البعيده، كان جون عالمي بصراحه يعني. فاحمد رفعت آه، يعني أنا مش انا اللي هتكلم عليه طبعا، بس انا بحاول يعني ايه ان انا يعني اديله جزء من حقه. يعني هو كان، انا كنت اتمنى، انا كنت حاسس بزياره الكابتن خطيب لما راح له في المستشفى بعد ال الازمه الصحيه اللي في الملعب. انا كنت متوقع ان هو لو كان رجع، يعني لو ربنا اداله العمر وكان لعب كره تاني، كنت متوقع ان هو هنشوفه في الاهلي. يعني انا كنت متوقع ده. فانا اتمنى من الزمالك، هو محسوب على الزمالك، محسوب على اداره الزمالك وعلى نادي الزمالك، وهو لعب في المصري وفي انبي وفي فيوتشر واحترف بره. بس هو محسوب على الزمالك لان الزمالك هو النادي الجماهيري في كل دوت، والنادي الاكبر في الانديه دي كلها. ان هم يعملوا له حاجه تكريم، ان هم يكتبوا، يعني يدوا له اي، يعوضوه عن اي جزء عمله في تاريخ النادي وضاف كتير للزمالك. ما يعني فترته مع الزمالك ما كانتش احسن حاجه، بس هو ضاف ليهم في حب الناس. اكيد الجمهور كان بيحبه الفتره ديت، وجمهور الزمالك كلهم بيحبوه اكيد، وجمهور الاهلي وجمهور مصر كلها. فاتمنى احمد رفعت يعني ياخد، هو خلاص عند في حته تانية احسن من هنا بكتير. بس اتمنى ان هو يتعوض في جزء من اللي اداهولنا واللي فرحنا كتير في الملاعب. يعني اتمنى ده.